بين المفاجأة والفجأة فارق كبير، لأن المفاجأة ربطت بالأشياء السعيدة، وعلى عكسها كانت الفجأة التي حددت في قالب يأتي دون سابق إنذار. خامس رودريغيز في بايرن ميونخ كان العنوان البارز الذي صدم الكثيرين من محبي النادي الملكي ريال مدريد. اللاعب الكولومبي غير قميصه من الأبيض إلى الأحمر ولو على سبيل الإعارة لموسمين. مهندس البافاريين كارلو أنشيلوتي دون شك كان له دور في ذلك، لأن اللاعب وعلى عهده سابقا في البيت الملكي كان يشارك بشكل أساسي. تغيرت الأجواء وجاء رسام تشامبيونز ليج زين الدين زيدان واستعمل مبدأ المداورة وتفضيل آخرين على رودريغيز، الشيء الذي جعل اللاعب يبحث عن مكان له كأساسي، ولم يجد غير بايرن ميونخ ليلعب فيه أساسيا رغم عروض أخرى كانت تدق بابه. اللاعب الكولومبي الذي انطلقت مسيرته الأوروبية من بورتو البرتغالي حاز عديد الألقاب مع بورتو، كان أبرزها التتويج بالدوري الأوروبي، ليرحل بعدها إلى موناكو الفرنسي في موسم حل فيه وصيفا للدوري. بعد ذلك كان له الموعد مع الألقاب الكبرى رفقة الملكي ريال مدريد الذي حاز معه دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية، إضافة إلى كأس العالم للأندية، دون نسيان لقب الدوري الإسباني. الاتفاق مع ريال مدريد على انتقال خامس رودريغيز على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء عام 2019 اعتبرها البعض أنها ضربة موفقة للبافاريين لضم لاعب كان دوما مطلبا لهم في نهجهم التكتيكي.